الإمارات تبدأ في استعمال جزائريين وجزائريات ضد الجزائر وضد الرئيس تبون، ولكن السعودية والسعوديين يدخلون على الخط بقوة لإسناد الجزائر. واش راه صار؟ جبت لكم الآن العديد من الفيديوهات لن تصدق الشيء اللي راح تسمعوا. صلوا على النبي وديروا لنا الإعجاب والاشتراك. متابعينا نبداو مع هذا الأخير الإماراتي واش راه يقول، ومن بعد نديروا رد عليه مناسب. متابعينا سمعوا أولا. في فيديو منتشر عن جزائرية تتكلم كلمة الحق على الإمارات، وتتكلم عن الأمن والأمان والراحة في الإمارات، وارد أقولها أنت بين أهلك وبين إخوانك في الإمارات ما حد غريب. هذه دار زايد، دار الخير والأمان، هنا الاحترام قبل أي شيء، هنا القلوب مفتوحة للجميع، وهذا البيت الثاني للإمارات. صراحة متابعينا عجيب المنطق هذا. نشوفوا هذه الأخيرة واش راهي تقول بالتحديد على الجزائر وكيفاش راهي تهاجم في بلادها. وكذلك متابعينا الكرام راكم تشوفوا المنطق العجيب. انت تهضر لهم على دور الإمارات اللي في السودان، في اليمن، في كذلك في النيجر، مالي، بوركينا فاسو، ضد المملكة العربية السعودية اللي هي أصلا أم الدول الخليجية كلها، ومع ذلك الدور الإماراتي لم تسلم منه. ومع ذلك متابعينا نسمعوا ايضا، ومن بعد نجيو ايضا ردود الجزائريين وخاصه السعوديين اللي دخلوا للدفاع عن الجزائر. شوف الفيديو واسمع كلامها. كجزائرية مقيمة في الإمارات بدي أتكلم كلمة حق على البلد هذا. كلمة الحق. نشوفوا كلمة الحق. أنا لقيت الأمان في الإمارات، أنا لقيت العلاج في الإمارات وشفيت في الإمارات. أنا ابني ساعدوه في العمليات وفي العلاج وفي أي شيء كنت أطلبه في الإمارات. أنا كمقيمة في الإمارات ما شفت الخير إلا في الإمارات. ولكن متابعينا انت راكم تشوفوا، تحاول تركز لك فقط على الحياة الكريمة في الإمارات، على الأموال، على العلاج، ولكن ما علاقة هذا بذاك؟ نفس الأمر يستعملوا نفس السياسة مع السعودية. السعودية من تقول للدور الإماراتي راكي حابة تقسمي مثلا اليمن، وحبيتوا تقسموا أيضا السودان، وحبيتوا تقسموا أيضا الصومال وكذلك ليبيا، والعبث اللي راه صاري في دول الساحل ومحاولة ضرب المصالح جميع الدول العربية دون استثناء، وكذلك حتى ضرب الأمن القومي المصري. يهضر لك يقول لك عندنا ناطحة سحاب، عندنا بنية تحتية رائعة، عندنا الدخل مرتفع. واش دخل هذا في ذاك؟ يعني الا كان مثلا كاين بعض الدول وراكم تعرفوا الافعال اللي راهم يديروهم، ولكن عندهم دخل مرتفع، عندهم ازدهار، هل يعني انه مثلا هذاك الفلاني على حق؟ يعني عجيب جدا. ولا واحد غني مثلا، الا كنت انت مثلا اماراتي غني جدا، لو كان دير كشف على وانت غني، يعني انت راك في غنى عن المساءله وانت معك الحق. واذا كان مثلا شخص اخر من بلد اخر هو فقير ولا وضعه متوسط، يعني ما عندوش الحق. يعني هل ينسب مثلا الحق والباطل الى الشخص اللي عنده الاموال وفقط؟ عجيب هذا المنطق. يعني حتى وتحبوا تستعملوا هذا المنطق ضد الجزائر والسعوديه راح يسقط. نسمعوا ايضا. أنا تدمرت في بلدي، تعرضت لكل أنواع تخيل متابعينا الكرام، الان كاين الكثيرين لانه هكذا مع السعوديه نفس الامر، حتى مؤثرين سعوديين في الامارات وكاو ثاني ضغطوا عليهم واضح جدا في الامارات باش ما باش يتحدثوا حتى ضد بلدهم السعوديه، باش تفهم مليح مليح. والان متابعينا العجيب الغريب انه فجاه ولا الاعلام الاماراتي ولاو اللي يسموا روحهم مؤثرين اماراتيين بدل التقريبا والاخوه بين الشعبين يزيدوا يحزوا اواصر الاخوه بين الشعبين. فجأة راحوا على أساس يدعموا في النظام المغربي. علاش يدعموا في النظام المغربي ويهاجموا في خالد العليان، يهاجموا في المؤثرين السعوديين اللي يقولوا كلمة الحق ويدعموا الجزائر وكذلك المشاهد الأخوية بين البلدين؟ يروحوا يهاجموهم لأنه رانا نشوفوا باللي كاين اصطفاف بين الامارات والمغرب، وكاين اصطفاف ولا لا يسمى اصطفاف لانه اصلا تحالف من القدم بين الجزائر والسعوديه. وكذلك وكذلك رانا شفنا الجزائريين اللي يروحوا للسعوديه كيفاش يستقبلهم احسن استقبال، ونفس الامر العكس صحيح اللي يجيو الجزائر من السعوديه. نسمعوا هذا الاخير كيفاش صراحه عجيب جدا. ما حابينش يشوفوا سعوديين يجوا الجزائر، شكون الطرف الاماراتي ولا المغربي؟ ما نهضروش على الشعوب ونهضروا تحديدا على هذو الابواق. نشوفوا متابعينا. اليوم اللي راحت كانت ضجة كبيرة جدا، وتواصل معي أكثر من شخص على انستغرام، وش رأيك في اللي صاير، وليش خالد العليان تصرف هذا التصرف. طبعا صراحة لو كان خليت رأيك لنفسك أحسن. الموضوع اللي يمكن ما يعرفه أنه الأخ خالد العليان مؤثر على السوشيال ميديا، رياضي، تأثير رياضي فقط، إعلام رياضي. كان في المغرب، حصل على تفاعل كبير من المغاربة، والمغاربة صراحة يعني هذا نظامهم. شوف متابعينا، اصطفاف وانحياز لصالح النظام المغربي. حنا ما راناش نهضروا على المغاربه استقبلوهم ما استقبلوش، هضرنا على الحمله علاش راهي دايريها، وهل اصلا فيها المنطقه ديال الحمله اللي راهم دايرينها ضد السعوديين فقط لانهم يحبوا الجزائر، ولا ضد الجزائريين لانهم فقط يحبوا السعوديه؟ عجيب جدا.
يتفاعلون ويكرمون الضيف وسووا معاه جو جميل. الرجل رجع على السعودية والآن أعلن أنه بيسافر الجزائر. طبعا نقطة حساسة مهمة جدا السفر للجزائر وأنت كنت في المغرب والناس تفاعلوا معك وحبوك وتابعوك. واين المشكل؟ يجي يزور الجزائر، كان في المغرب وحب يجي يزور الجزائر عادي جدا، ويزيد يجي للجزائر ويحب مباشره يهز طياره ويروح للمغرب. اين المشكل؟ يعني عجيب جدا يحاولوا يخلقوا لك المشكل، ولكن الهدف تاعهم هو ما حابينش يشوفوا التقارب بين الجزائر والسعوديه. هذا مكان ما بيهمش خالد العليان يروح الجزائر ما يروحش، خايفين صراحه من الاخر، ما حابينش يشوف، لانهم راهم يشوفوا باللي جميع الدول العربيه والافريقيه جميع دول العالم مجمعه على انه الدور الاماراتي لازم يحبس، وفاقوا بالافعال تاعهم في جميع دول العالم. لهذا متابعينا الآن يحاولوا يديروا التغطية ويحاولوا يديروا التمويه. هل التصرف هذا صح ولا خطأ؟ أنا أقول أن التصرف هذا توقيت خطأ. خطأ. التوقيت خطأ، ولو أنا مكانه ما أسوي كذا. تخيل يجيني ضيف في بيتي وأضيفه وأهتم فيه وأكرمه، وفيه من أحد الجيران شخص ما يحبني، يكرهني، يسبني، يؤذيني، شكون اللي يؤذي الطرف الثاني؟ هل الجزائريه اللي تأذي المغرب؟ اصلا الجزائر نهار استقلت مثلا مباشره النظام المغربي مباشره هجم على الجزائر وحب ياخذ اراضي شاسعه من الجزائر، والجزائر طردته شر طرده بدعم ايضا من الشقيقه مصر، وحتى السعوديه ايضا دعمت الجزائر. لهذا متابعينا التاريخ يتحدث، ولكن العجيب في الامر انه يحاولوا يحرضوا على الجزائر ويحاولوا يحرضوا على السعوديه، والان كاينه حمله شرسه ضد السعوديه، لانه ايضا السعوديه صراحه راهي مستهدفه، وجب الوقوف معها واسنادها. يحاول علي، وضيفي هذا يخرج من عندي مباشره يدخل على هذا الجار. يمكن افسرها تفسير خطا، انه هو متعمد يكايدني، متعمد يسوي هذا الجو عشان يضرني، مع انه هو ممكن ما يقصد. تخيل متابعينا الكرام. وعلى فكرة هذه خطأ يمكن يقع فيه الشخص. ليش؟ ما هو حاسبها وما يفكر بالأمور هذه، وما عنده مشكلة لا هنا ولا هنا، فالناس ما ترحم، الجمهور ما يرحم، يفسرها. انتم اصلا درتوا عليه حمله كانه فعل فعله شنيعه جدا. سمعوا ايضا متابعينا الكرام. بطولة العرب الأخيرة راح المغرب وترك الملعب وقاعد يصور محتوى في المغرب عن الطبيعة وعن كل شيء في المغرب، ثقافتها وأمورها وكل الأشياء الجميلة اللي في المغرب. أظهر المغرب بشكل جميل وهو استفاد كثير، جاءوا متابعين كثيرين ما شاء الله تبارك الله، وانتهت القصة وانتهينا. مرت الأيام والظهر بعد شهر حاجة زي كذا، فترة زي كذا، أعلن إن رحلة القادمة راح تكون في الجزائر. أنا حتى كتبت له، شو أذكر أول ما نزل قبل حتى كل الفوضى هذه كتبت له في التعليقات يا ويلك من المغربيين، للضحك. لانه صراحه هي عرفوا اصلا العقليه تاع ما نسموش الشعب المغربي كامل، واحد الفئه تاع العياشه. هذا ما كان مستحيل حنا نهضروا على الشعوب، حنا نحاولوا نقربوا بين الشعوب ونردوا فقط كحق الرد للدفاع عن بلادنا، وايضا الدفاع على البلد ما نقولوش ثانيه البلد الام ايضا السعوديه. ودي اسال سؤال يا جماعه الخير بخصوص المغرب العربي. ايش فيهم كلهم اهل المغرب كلهم سحبوا متابعه خالد كل هذا لانه بيزور الجزائر؟ وين المشكله؟ وزار الجزائر، وين المشكله؟ ليكون خالد مختوم على جبهه المغرب، ليكون مختوم على جبهه المغرب مثلا. اوكي، بدنا نروق عن جد، بدنا نروق كثير، بدنا نروق، مش لهالدرجه اوفر سايز هذا الموضوع. لهذا وش رايكم؟